يا بنتي مش هشتغل نو وورك. بس دي فرصة حلوة جدا جدا جدا. يا بنتي فرصة ايه؟ يا بنتي مش هشتغل نو وورك. بس دي يا حبيب قلبي فرصة حلوة جدا. حبيبتي دي مش فرصة، أنا أصلا لا مرتاح للشركة دي ولا مرتاح للراجل ده ولا لشغلك معاه. طب ليه؟ ما تجرب تشتغل معاه وبعد كده هتحكم. فرضنا إن أنا جربت، رحت الشركة لقيته بيتعامل معاكي بطريقة مش عجباني، هدغدغكم انتوا الاتنين. طب أقول لك على حاجة. قولي. أنت عارف الراجل ده قال لي إيه النهاردة؟ قال لك إيه يا حبيبتي؟ قال لي إن أنا لازم أقنعك بالشغلانة دي. الله، الواد ده صايع، دي اسطوانة جديدة. طب أقول لك على حاجة كمان. اتفضلي. قال لي إن أنا لو أنت عايزني أقعد. ده مش موتوسيكل يا جماعة، ده حد بيجرب العربية. الله، الواد ده صايع، والله العظيم صايع. اهي دي اسطوانة جديدة خالص. طب أقول لك على مفاجأة. قولي يا روح. أنت عارف قال لي إيه كمان؟ قال لي إن أنت لو شرطك الوحيد إن أنا أقعد في البيت عشان أنت تنزل تشتغل مفيش مشكلة. في داهية أنا. البني آدم ده قال لك إن أنت في داهية؟ يا بيبي تخيل. صدق الراجل ده بيفهم. نعم، بتقول إيه؟ قصدي عشان متمسك بيا يعني. بس. بس أنت في داهية برضه. بقول لك إيه؟ من الآخر كده هتشتغل ولا مش هتشتغل؟ بتاعي؟ لا. رولينج. عاودي. قلت لك مش هشتغل. يا حبيب قلبي دي فرصة حلوة جدا. يا حبيبتي ولا فرصة بلا قرص، أنا أصلا لا طايق الشركة دي ولا الراجل ده ولا طريقة تعامله معاكي. ممكن تجرب مرة واحدة بس وبعد كده تحكم. فرضنا إن أنا جربت، ودخلت الشركة لقيته بيتعامل معاكي بطريقة وبمياعة كده مش عجباني، ما أنا هدغدغكم انتوا الاتنين. طب أقول لك على حاجة يا فيدو. قولي يا روحي. أنت عارف الراجل ده قال لي إيه النهاردة؟ قال لك إيه؟ قال لي إن أنا لازم أقنعك إنك تنزل تشتغل معانا في الشركة. الله، حلاوته، الراجل ده صايع بشكل. أهي دي اسطوانة جديدة. طب أقول لك على مفاجأة تانية. قولي يا حبيبتي. قال لي إن أنا لو عايزني، معلش تاني معاك. يلا قولي يا حبيبتي. طب أقول لك على مفاجأة. طب أقول لك على مفاجأة يا بيبي. لا ممكن وطي صوتك سنة صغيرة. يلا. طب أقول لك على مفاجأة يا بيبي. قولي يا حبيبتي. قال لي إن أنت لو مش عايزني أنزل أشتغل معاه وده هيكون شرطك الوحيد. منين؟ بس دي فرصة حلوة جدا. من الأول يا ريس؟ الصوت كان عالي جدا. هو ما كنتش عامل أي حاجة. لا كان حلو. يلا يا باشا. يلا بيدور. حبيبي يا أستاذ حلاوتك حبيبي. يلا دور. ما تسيبيني اشرب بقى الليمون بقى. قلت شغل مفيش شغل. بس دي يا بيبي فرصة حلوة جدا. ستي ولا فرصة ولا حاجة، أنا أصلا مش طايق شغلك معاه ولا مرتاح لطريقته ولا طايق الشركة دي كلها. طب ممكن تنزل تشتغل معايا وبعد كده تحكم؟ فرضنا إني نزلت أشتغل معاكي وجربت، ورحت في يوم لقيته بيتعامل معاكي بطريقة أنا مش بلاعها، ما أنا هدغدغكم أنتوا الاتنين. طب أقول لك على حاجة يا حبيبي. اتفضلي يا روحي. أنت عارف الراجل ده قال لي إيه النهاردة؟ قال لك إيه؟ قال لي إن أنا لازم أقنعك تنزل تشتغل معانا في الشركة. الله، الواد ده صايع وعهد الله. هي دي طريقة جديدة واسطوانة حلوة ما شفتهاش قبل كده. طب والله العظيم أنت عارف قال لي إيه كمان؟ اتفضلي. قال لي إن أنا لو ما أقنعتكش تنزل تشتغل وهو أصلا مش عايزني، وقال لي كمان لو شرطك إن أنت لا معلش من هنا. لا من اللي قبلها. الله، الواد ده صايع. الله. ايه تمام. أيوه. يلا. الله، يلا يا باشا. من هنا. دور. الله، الواد ده صايع وعهد الله. هي دي اسطوانه جديده ما شفتهاش قبل كده. طب اقول لك قال لي ايه تاني؟ ايه يا روحي؟ قال لي ان انت لو هي الجمله دي على طول مش مشكله، صوتنا احنا ما تقلقوش، ما انا عماله مسرسعه
ان اكشن. يا جماعه تمام. يلا اتفضل يا ريس، اتفضل يا ريس، اتفضل. الله، اهي دي اسطوانه جديده عمري ما سمعتها. الواد ده صايع. طب اقول لك على حاجه كمان. قول يا روح. قال لي ان انت لو مش عايزني اشتغل معاكوا في الشركه تاني مش مشكله، في داهيه انا. المهم انت. البني ادم ده قال لك انت في داهيه؟ اه يا بيبي تخيل. تصدق الراجل ده بيفهم. نعم. قصدي عشان متمسك بيا يعني. بحسب. بس انت في داهيه برضه. ايه ده؟ إيه اللي انت بتقوله ده؟ بقول لك ايه، هتشتغل ولا مش هتشتغل؟ يا بنتي مش هشتغل. وخدي بقى المفاجاه الجديده. ايه هي؟ مفاجاه البرنامج ان انت كمان مش هتشتغلي، هتروحي تقولي لهم ان ده اخر يوم ليا معاكم هنا. قصدك ايه؟ قصدي ان دي بقت حاجه ساقعه جدا. ايه هي دي؟ ليه؟ ليه ايه يا حبيبي؟ ماشي. اللي هي ايه يا حبيبي؟ قصدك ايه؟ قصدي ان دي بقت حاجه ساقعه قوي. اللي هي ايه يا حبيبي؟ اللي هي دي. اشربي الحاجه الساقعه. حاضر. يا بنتي بقى ما تطفحنيش الليمون بقى. قلت لك مش هشتغل معاه، مش هشتغل. نو وورك. بس دي يا حبيبي فرصه حلوه جدا. يا حبيبتي دي مش فرصه ولا قرصه. انا اصلا لا طايق الراجل ده ولا طايق شركته ولا طايق طريقته معاكي. يا حبيبي ممكن ننزل نشتغل مع بعض ونجرب وبعد كده تحكم. فرضنا اني جربت، رحت الشركه في يوم لقيته بيتعامل معاكي بطريقه مش عجباني، ما انا هدغدغكم انتوا الاثنين. طب اقول لك على حاجه مش هتصدقها. اتفضلي. انت عارف الراجل ده قال لي ايه النهارده؟ قال لك ايه يا حبيبتي؟ قال لي ان انا لازم اقنعك انك تنزل تشتغل معاه في الشركه. الله، الراجل ده صايع. اهي دي اسطوانه جديده ما سمعتهاش قبل كده. طب اقول لك على حاجه تانية قالها لي. قولي يا روحي. قال لي ان انت لو موافق قال لي ان انت لو مش موافق ان انا اشتغل في الشركه مش مشكله، انا في داهيه. البني ادم ده قال لك انت في داهيه؟ يا بيبي تخيل. تصدق الراجل ده بيفهم؟ نعم. قصدك ايه؟ قصدي عشان بيقدرني يعني وعايزني. بحسب. بس انت في داهيه برضه. هقول لك مش مشكله انا في داهيه. قال لي مش مشكله انت في داهيه. البني ادم ده قال لك انت في داهيه؟ يا بيبي تخيل. تصدق الراجل ده بيفهم؟ نعم. قصدك ايه؟ قصدي عشان ما قدرني يعني متمسك بيا. بحسب. لا بس انت في داهيه برضه. تقول ايه؟ بقول لك ايه، هتشتغل ولا مش هتشتغل؟ يا بنتي مش هشتغل في الشركه دي لو اخر شركه في العالم. وخدي بقى مفاجاه البرنامج. ايه هي؟ انت كمان مش هتشتغلي في الشركه دي خلاص، وهتروحي تقولي لهم ده اخر يوم ليا عندكم. ازاي يعني؟ هو كده، دي بقت حاجه ساقعه جدا. ايه هو ده اللي ساقع جدا؟ الحاجه الساقعه. اشربي. حاضر. ماشي. يلا. انا هقول لك ايه، خد. وخدي بقى مفاجأة البرنامج. انت كمان مش هتشتغلي معاهم في الشركة دي بعد كده، وهتروحي تقولي لهم خلاص انا اخر يوم ليا معاكم النهارده. ليه يعني؟ عشان دي بقت حاجة ساقعة جدا. ايه هو ده؟ دي. اشربي. حاضر.